السلام عليكم ومرحبا بكم معايا دائما في القناه فنطبخ مع كنزه. كنتمنى كذلك تكونوا دائما بخير وعلى خير وباحسن احوال وبصحه جيده. اليوم فيديو جديد ولا غوصه جديده. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الوصفه خفيفه ظريفه ووصفه صيفيه بامتياز. لي بات او الكغاطان، ما كاينش اللي ما كيعشقش وما كيبغيش هاد الوصفه. هذه عزيزه على الكبير والصغير، كتجي من الذ واروع ما يكون، وكتجي كذلك معلكه وسهله في التحضير، وصفه خفيفه ظريفه تحضروها للعشاء وكذلك حتى الغداء. صراحه الحلقه كتستاهل وكتستحق التجربه ديالكم. نتمنى ان شاء الله الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وطرقكم. بقوا معايا ما تمشيو فين، ندوزو مباشره المكونات وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. اذا غادي نبداو على بركه الله. اولا غادي نقادو الفريت. عندي هنايا واحد الكميه ديال البطاطا، عندي كيلو ديال البطاطا. من بعد ما غسلتها مزيان من هذاك التراب قشرتها وغادي نقطعها على شكل اصابع اللي هي طويله. من بعد غادي نغسلها مزيان مزيان من هذاك النشا اللي تيكون فيها، ونخليها في واحد الشبيكه حتى كتستقطر مزيان من هذاك الماء. وخديت اللاطه دهنتها بالقليل ديال الزيت باش ما يلصقش ليا هذا الفريت، لان ما غاديش نقليه انما غادي نحمروه غير في الفرن باش الوصفه كتكون كلها صحيه كيف ما كنعرفوا. كذلك مع هذا الغلاء هذا نحاولوا يعني نخليو الوصفه تكون شويه اقتصاديه، نقتصدوا يعني من الزيت. المهم خديت هنايا اللاطه، من بعد ما غسلتها دهنتها بالقليل ديال الزيت. ممكن تفرشوا الورق ديال الزبده، دائما تيبقى لكم الاختيار. صافي هنايا من بعد ما استقطرات البطاطا يعني من هذاك الماء، صافي وضعتها في هذه اللاطه. من بعد ضفت ملعقه كبيره ديال الدقيق، ممكن تعملوا الدقيق الحرش ولا الدقيق يعني الابيض، شويه ديال الملحه او الملح حسب الذوق، وغادي نسمو بالقليل ديال الزعتر. وصافي هنايا كنخلط مزيان مزيان، وكذلك واحد 2 معالق كبار ديال الزيت. صافي كنخلط بيديا وغادي نديها للفرن نخليها حتى كتحمر، ومره مره من طبيعه الحال كنبقاو نحركوا فيها. هنايا كيف ما قلت لكم من الافضل عملوا الوراق ديال الزبده باش ما كيلصقش لكم، لان من بعد ما كتوضعوها في الفرن البطاطا كتطلق الماء وغادي تلصق لكم مع اللاطه. هذاك الشيء علاش قلت لكم من الافضل عملوا الوراق ديال الزبده. صافي في هذا الاثناء الفريت راه كيتحمر لينا في الفرن، وغادي ندوزو باش نكملوا الوصفه ديالنا. خديت واحد الطنجره وضعت فيها الماء الكافي اللي غادي نسلقوا فيه لي باط، وضعت هذاك الماء يعني حتى وصل للمرحله ديال الغليان. وغادي نعملوا الورق ديال الغار، قليل ديال الملح او الملح حسب الذوق، شويه ديال الزيت او 2 معالق كبار ديال الزيت. وصافي ضفت هنايا 500 غرام ديال لي بات، اي نوع من انواع ديال لي بات كتفضلوا. عملت انا هذا النوع هذا. صافي هنايا من بعد ما طلعات فيه واحد الغليه ضفت واحد الملعقه كبيره ديال الزبده. هذيك الزبده كتخلي لينا هذيك لي بات كتجي يعني رطبه، ما كتجيش ملصقه على بعضها وناشفه، وانما كتكون يعني فازقه وميدمه. وصافي كنخليها حتى كطيب المده ديال الطهي ديال لي بات 5 ديال الدقائق. ما نخليوهاش حتى كتهرى، ما غاديش تجيكم زوينه، وانما المده ديال الطياب ديالها راه تيكون مكتوب عليها. وصافي غادي ندوزو باش غادي نقادو البيشاميل. كناخذوا واحد الكاسرونه واحده اخرى، كنوضعوا واحد الملعقه كبيره ممتلئه ديال الزبده، اي نوع من انواع ديال الزبده. عملت انايا النوع ديال يعني الزبده ديال البواطه. وصافي خليتها حتى كذابت. ومن بعد ضفت 3 المعالق كبار ممتلئين ديال الدقيق ولا النشا اللي متوفر عندكم. وصافي كنبقى ندي فيها ونجيب حتى كينسجم الكل. من بعد كنضيف 500 ملل او نص اطرو ديال الحليب. ضفت كميه الاولى، من بعد كنخلط مزيان مزيان. الا ما بغاش يتحل لكم حاولوا دوزوه في الصفايه للعيون ديالو اللي هي رقيقه. من بعد عاد ضفت الكميه ديال الحليب اللي باقا ليا. وصافي كنخلي هاد البيشاميل فوق النار ودائما مع التحراك. ودابا غادي نضيف العطريه اللي كتكون الملح حسب الذوق، واحد راس معلقه ديال الزعتر،
اليازير، شويه ديال الابزار، وصافي كنبقى نحرك فيه. وضفت كذلك واحد شويه ديال القزبر. هنايا انا زولت غير واحد العويه زاقليه يعني داز ديال اليازير ما مطحونش. وصافي هنايا كنبقى نخلط وندي فيها ونجي مزيان مزيان نخلط، ما نتوقفش ما نتخلط لان غادي تحرق لكم يعني غادي تلتصق لكم. صافي هنايا كنبقى نخلط، ودائما عيني على لي باط كنشوفوها واش طابط ولا لا، وكنبقاو نحركوا فيها. ملي كنوضعوا ديك لي باط في الاول تناخذوا واحد الملعقه خشبيه وكنبقاو ندي فيها ونجيب باش ما كيلصقوش على بعضياتهم. الا غير وضعتوها بلا ما حركتو كتبقى ملصقه يعني بهاد الطريقه هذه، يعني كتبقى ملصقه على بعضها ما كتحلش ما كتجيكمش يعني محلوله حبه على اختها. هذا الشيء اللي بغيت نوصل لكم، كنتمنى نكون وصلت لكم الفكره وتكونوا فهمتوني القصد ديالي. صافي هنايا اخر مرحله كنحك واحد شويه او قليل ديال الكوزه، كيعطي البيشاميل واحد المذاق اللي كيجي خطير جدا جدا وكتجي بنينه بلا قياس. صافي هنايا حكيت واحد شويه وغادي نبقى نحرك مزيان مزيان حتى كيتكونوا هادوك الفقاعات وكتعقاد ليا هذيك البيشاميل. عاد كنطفي عليها بهذه الطريقه هذه. يا ليلى وصلت على نبي، يا ليلى وصلت على نبي، اذكر الله وانت ماشي، يا ليلى وصلت على نبي، ولا تلهي السلام، يا ليلى وصلت على نبي، باش تحيي القلب الرشيد، يا ليلى وصلت على نبي، وبذكري الجلالة. وصافي هنا كيف ما كتلاحظوا معايا لي باط صفيتها وغادي نوضعها جانبا وغادي نزول هذاك الورق ديال الغار. هنايا البيشاميل كنحصلوا عليها بهذا القوام هذا كذلك، تنطفي عليها ونخليها جانبا. وصافي هنايا من بعد ما حضرت ووجدت جميع المكونات كيف ما كتلاحظوا معايا. هنايا الفريت كيجينا بهذا الشكل هذا. هنا خديت واحد 250 غرام ديال اللادان غسلته ووضعته يعني صوطيته يعني غير في المقلاة بشويه ديال الزعتر، شويه ديال الملحه حسب الذوق، شويه ديال الابزار وصافي واليازير. وبقيت كندي فيه ونجيب صافي يعني شحرته عادي جدا. هذاك الشيء علاش ما بغيتش نشاركه معكم. هاد الصوص راني حضرتها معكم وكاينه في القناه، غنخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف. صوص طوماط متعدده الاستعمالات، وعندي هنايا كذلك الموزاريلا. وصافي هادو هما المكونات اللي حضرت معكم اليوم. دابا غادي ندوز نكملوا الطريقه ديالو. كناخذ هذيك لي باط كنضيف ليه داك لادان اللي شحرنا او اللي صوطيناه في المقلاة، وضفت كذلك هنايا صوص طوماط اللي حضرتها معكم. هاد صوص طوماط ممكن نعملوها مثلا مطيشه مع البيض، بحال هكا كنعملوها في الكراتان او لا يعني في لي باط او البيتزا. مهم متعدده الاستعمالات كتجي بنينه بزاف بزاف. وصافي هنايا كيف ما كتلاحظوا معايا دابا غادي ندوزو المونتاج. كناخذوا يعني واحد المول غادي يدخل الفرن. عملت انا هادو ديال الطين فرديين اللي هما صغارين. كنعمل البيشاميل في الاسفل، من بعد كنعمل كذلك داك الفريت شويه ديال الفريت، من بعد كنعمل هذيك لي باط اللي خلطناها مع لاداندو مع صوص طوماط، واخر مرحله كنضيف كذلك البيشاميل اللي بقات ليا. بهذه الطريقه هذه عملت هنايا الفرديين، وعملت كذلك مول اللي هو عائلي باش تشوفوا معايا. وانتم تيبقى لكم الاختيار، عملوه في اللي بغيتوا، يا اما ديال الطين ولا في مول. بهذه الطريقه هذه دائما تيبقى لكم الاختيار. صافي هنايا كيف ما قلت لكم اخر مرحله كنعمل داك البيشاميل اللي شاط ليا، وغادي نحك الموزاريلا من الفوق. فهاد الاثناء الفرن ضروري كيكون سخون من قبل. وصافي كنديهم الفرن، كنخليهم الجهه الفوقانيه واحد 15 دقيقه، من بعد كنزلهم لتحت وكنخليهم حتى كياخذوا لينا واحد اللون اللي هو احمر وموحد. وصافي كنخرجوه كيذوب كذلك حتى هذاك الفرماج اللي حكينا من الفوق، لانه هو اللي كيعطينا التعليكه هو وداك البيشاميل. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكراطه اللي حضرت معكم اليوم. كيجي من ألذ واروع ما يكون، معلك ولذيذ، ووصفه خفيفه ظريفه.
وصفه صيفيه بامتياز، تحضروه للعشاء ولا للغدا. هاد الحويجات عزازن على الكبير والصغير، كيستحقوا كيستاهل التجربه ديالكم. وهذا هو الشكل ديالو النهائي. غنوريكم كيفاش داير من الداخل، كيجي معلك وكيجي بنين. كنتمنى ان شاء الله الحلقه تعجبكم كيف العاده. الا عجبكم لا فيديو ما تبخلوش عليا بالتفاعل ديالكم وبالبارطاج باش دائما نوصلكم الجديد. ما سخيتش بكم، كنشكركم بزاف. استودعكم والله الى فيديو قادم باذن الله. بسلامه عليكم.